من أول مشهد كل شي كان واضح، هذا مو مجرد مسلسل. امرأة تطلع من النار وتولد وياها تنانين وجيوش تنحن إله، والبطل اللي عبالنا يبقى انطونا راسه. أعراس تصير مذابح، أخوة يقتلون بعض، وأصدقاء يخونوك. وإذا متت يمكن ترجع للحياة، بس ما ترجع نفس الإنسان. كل شي ممكن ينهار بلحظة، حتى الإيمان والعدالة. والبعض يسكت سنين حتى يجي الوقت المناسب ويصفي الحساب. وياما ناس قاتلوا على العرش، بس اللي فاز بيه هو التنين. بهاي اللعبة يا تلعب صح يا تموت. When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. الموسم الأول من صراع العروش يعرف على الممالك السبعة بويستروس اللي يحكمها الملك روبرت براثيون. بعد موت يد الملك السابق جون أرين، روبرت ياخذ قافلة ويروح للشمال عاصمة وينترفيل حتى يلتقي بصديقه القديم نيد ستارك. هذول الاثنين حاربوا سوية بحرب مشهورة اسمها ثورة روبرت براثيون. الملك السابق لويستروس إيريس تارجيريان صار مجنون وبلش يقتل الناس الأبرياء من اللوردات والمواطنين اللي يعارضون حكمه. فروبرت ونيد ووياهم معلمهم الوفي جون أرين سووا ثورة بحرب أهلية وانقلبوا عليه. وبعد ما انتصروا نيد رفض ياخذ التاج وخلى روبرت يصير ملك. ويا روبرت رايحة زوجته الملكة سيرسي وابنهم المغرور الأمير جوفري، ووياهم أولادهم الأصغر مارسيلا وتومن، وأخو سيرسي التوأم جيمي لانستر، وأخوها الصغير القزم السكير تيريون لانستر. من يوصلون الوينترفيل روبرت ونيد يتلاقون بحرارة، وبعدها روبرت يعرض على نيد انه يصير يد الملك الجديد ويطلب زواج جوفري ابنه البنت نيد الكبيرة سانسا حتى يصير تحالف بين العائلتين. نيد يتردد لأن ما يريد يترك عائلته وبيته، ومرته كاتلين همين تشك ان عائلة لانستر وبالأخص أبوهم تايوان يخطط للسيطرة على العرش، وهم اللي قتلوا جون أرين. بس رغم تحذيرات كاتلين وشكوكها نيد يوافق على طلب روبرت حتى يبقى وفي للملك. عائلة ستارك تتكون من روب الولد الأكبر والشريف، وسانسا الحالمة اللي تحب تكون أميرة، وآريا اللي تكره الفساتين وتعشق السيوف والرماح، وبران الولد المغامر، وريكون الصغير، وابن نيد ستارك الغير شرعي جون سنو. جون ولد من علاقة خارج الزواج جابه نيد وياه بعد الحرب، ومن يومها كاتلين تكرهه وتحس انه هو وصمة على شرف نيد. كل واحد من أولاد ستارك عنده ذيب خاص بيه ويعيش وياهم ثيون جريجوي. هو بالحقيقة رهين عند نيد ستارك حتى يضمن ولاء أبوه بايلون ملك الجزر الحديدية، بس نيد يعامله مثل واحد من أولاده، فصار هو وروب أصدقاء مقربين كلش. قبل لا يغادر الملك من وينترفيل بران بالصدفة يشوف سيرسي وجيمي لانستر هم يمارسون علاقة محرمة، فجيمي يدفع بران من الشباك حتى يسكته. بران يوقع ويدخل بغيبوبة. نيد يسافر مع سانسا وآريا للجنوب، وجون سنو قبل لا يروح ينطل آريا سيف خاص تسميه نيدل. كاتلين تبقى تعتني ببران، لكن يجي قاتل يحاول يقتله فينقذ الذيب سمر. كاتلين تتأكد أن اللانستر وراء الهجوم، وصديقها القديم بيتر بيليش ليتل فينجر يقول لها أنه تيريون هو السبب، فتروح وتعتقله. بران يصحى بس ما يتذكر شنو صار، ويكتشف أنه فقد القدرة على المشي. جون سنو يقرر ينضم حرس الليل، هم جماعة تحرس الجدار، حاجز ثلجي ضخم بالشمال يمنع الوحوش والهمج يدخلون الممالك السبعة. الحرس الليلي كانوا قبل مصدر فخر، بس هسه أكثرهم مجرمين يأخذون السواد بدل الإعدام، رغم أن مهمتهم الأساسية هي يحمون الناس من الوايت وولكر اللي الكل يعتقد أنهم مجرد خرافة. جون يروح معاه ذيب غوست وينضم لهناك عمه بنجن حارس محترم ومعلم المفضل. جون بالبداية يحس بالغربة ويتعب حتى يتأقلم مع القوانين الصارمة خصوصا منع الزواج، بس لما يختفي عمه بنجن ببعثة خلف الجدار جون يتغير، يثبت نفسه ويكسب احترام البقية. يصير مقرب من قائد الحرس جيور مورمونت ويتعلم من المايستر ايمون، ويصير صديق لسام تارل وجرين وبيب، ويكتشفون سوا أن الوايت وولكر حقيقيين ويحاولون ضحاياهم الزومبي. جون ينقذ مورمونت من هجوم، والمكافأة سيف لونج جلو مصنوع من فولاذ فاليري نادر، واحد من الأشياء القليلة اللي تقتل الوايت وولكر. ونيد هو بطريق الكينجز لاندينج هو وبناته. تبدي سانسا تكتشف انه حلمها تتزوج امير مو مثل ما كانت تتخيل، لان جوفري طلع طفل سادي ومتعجرف يحب يعذب الناس، ويأمر حارسه الكلب ساندور كليغان يقتل اي شخص يعارضه. ولما ذئب آريا نيميريا تحط جوفري بعد ما حاول يعتدي على صديقها، آريا تهرب الذيب
حتى ما ينقتل، بس سيرسي تؤمر يقتلون ذئب سانسا البريء اللي اسمه ليدي بدالها. لما يوصلون الكينغز لاندينج، نيد ينضم لمجلس الملك الصغير ويلقى نفسه وسط لعبة سياسية قذرة، ويكتشف أن المملكة مديونة بشكل كبير بسبب تبذير روبرت، وأن أعضاء المجلس عندهم خطط خبيثة. ليتل فينجر وفاريس أعداء بالمكر والدهاء، وكل واحد يحاول يلعب على الثاني ويخدع الكل مصلحته. من أبشع قرارات المجلس كانت خطة قتل دينيريس تارجيريان، البنت الصغيرة اللي تعيش عبر البحر الضيق بالقارة الثانية إيسيوس، وهي أخوها فيسيريس، وهم الباقين الوحيدين من عائلة الملك المجنون. جماعة من المخلصين إلهم هربوهم من ويستروس وهم أطفال. فيسيريس كان يحلم يرجع ويستروس ويستعيد العرش، فقرر يزوج أخته دينيريس من كال دروغو، زعيم قبيلة الدوثراك الهمجية، حتى يحصل جيش يساعده بالحرب. وبعرسها يهدوها 3 بيضات تنين متحجرة، رمز لتراث عائلتهم. دينيريس بالبداية تعاني من حياة الدوثراكي، خصوصا أنهم عنيفين وهمج، بس شوي شوي تصير أقوى وتسيطر على مكانتها، وحتى دروغو يبدي يحبها وتحمل من عنده، ويصير صديقها السير جوارا مورمون ابن اللورد جيور مورمون اللي تم نفيه من ويستروس بسبب تجارة العبيد. وهو بالبداية كان جاسوس، بس بعدين يصير وفي جدا إلها. ولما فيسيريس يطلب من دروغو يحقق حلمه بسرعة ويهدد دينيريس واللي بطنها، دروغو يقرر ينطيه تاج من ذهب مثل ما يريد، بس يصب الذهب السائل على راسه لحد ما يموت. بعد هاي اللحظة كل الدوثراكي يبدون يعترفون بدينيريس كملك، ودروغو يحلم يكون ابنهم هو الوريث للعرش الحديدي. لكن من ينصاب دروغو بجروح بسيطة وتتلوث، دينيريس تطلب مساعدة من ساحرة عبيد اسمها ميري، تستخدم سحر الدم حتى تنقذه. بس ميري اللي أهلها عانوا من بطش الدوثراكي تخدع دينيريس. دروغو يظل عايش بس بغيبوبة، وابنهم يولد ميت. ذاك الوقت بكينغز لاندينج، جيمي يكتشف أن تيريون تم اعتقاله من قبل كاتلين، فيضوج كلش ويهاجم نيد ستارك ويذبح رجاله. نيد وجيمي بينهم عداء قديم، لأن نيد يشوف أن جيمي خان قسمه كفارس للحرس الملكي وقتل الملك المجنون، بينما هو نفس نيد قاتل الملك بالحرب، بس هو ما خان لا قسم ولا عهد. بس جيمي عنده قناعة إنه هو قتل الملك المجنون لأن الملك المجنون كان ناوي يحرق كل العاصمة بالوالد فاير، مادة مشتعلة تحرق كل شيء. أما تيريون فذكي وماكر، يطلب محاكمة عن طريق القتال، ويختار المرتزق برون حتى يقاتل مكانه. برون يفوز ويقتل فارس كاتلين، وتيريون يطلق سراحه ويا برون ويرجعون سويا للعاصمة. نيد وهو يحاول يساعد روبرت يصلح المملكة، يتعاون ويا ليتل فينجر حتى يكتشف الحقيقة وراء أولاد سيرسي. يكتشف أن روبرت عنده أولاد غير شرعيين شعرهم أسود مثل عائلته، بس أولاده من سيرسي كلهم شقرين مثل لانستر. ويكتشف أن جيمي هو الأب الحقيقي لأولاد سيرسي مو روبرت. من يروح نادي يواجه سيرسي بالحقيقة، ترتب سيرسي خطة حتى ينصاب روبرت بجروح قاتلة أثناء الصيد، وقبل ما يموت يكتب وصية يخلي نيد وصي على العرش لحد ما جوفري يكبر. نيد يدز رسالة لأخو روبرت استانس براثيون حتى يجي ياخذ العرش، بس سيرسي تتحالف ويا ليتل فينجر اللي يخون نيد ويخلوه يتهمونه بالخيانة ويتم اعتقاله. بالوقت هذا روب ستارك ابن نيد يسمع أن أبوه انسجن ظلم، فيجمع رجال الشمال ويقرر يحارب اللانستر. ويا أما كاتلين وثيون ينزل للجنوب بجيش، يخلي بران وريكون يديرون وينترفيل ووياهم الذيابة وخادمهم القوي الطيب هودور، والبرية أوشا اللي كانت هاربة من وراء الجدار وصارت حليفة إلهم. خلال الطريق كاتلين تتحالف مع اللورد والدر فري حتى يسمح لهم يمرون بأرضه، بشرط أن روب يتزوج بواحدة من بناته. روب يوافق مجبر، بعدها يحقق انتصار كبير على اللانستر ويأسر جيمي لانستر بنفسه. نهاية الموسم نيد حتى ينقذ بناته يقرر يتنازل عن الحقيقة ويعترف أن جوفري هو الوريث، بس جوفري المجنون يأمر بقطع راسه قدام الناس حتى سيرسي تنصدم وسانسا وآريا ينهارون. سانسا تنجبر تبقى مخطوبة لقاتل أبوها، وآريا تهرب من المدينة بمساعدة أحد أصدقاء نيد القدامى اسمه يورين. جون سنو لما يسمع بخبر موت نيد ينهار ويحاول يهرب من حرس الجدار حتى ينضم لروب بالحرب، بس أصدقائي قنعوه ما يخون قسمه، فيقرر يروح ويا اللورد مورمونت ومجموعة من الحرس شمال الجدار يدارون على بنجن المفقود.
الشمال يعلن انفصاله عن الممالك السبعة وعينون روب ستارك كملك للشمال. بس هاي ما كانت إلا البداية، لأن عبر البحر بأسيوس دينيريس بعد ما تفقد زوجها وابنها تشعل نار بجنازتهم وتخلي بيضات التنانين بنص النار وتدخل هي بنفسها بالنص بدون ما تنحرق، تطلع سالمة والتنانين تفقس من البيض. هسه عندها 3 تنانين، فيسيريون، دراغون وريغار، وعندها جيش وفي مستعد يتبعها لأي مكان. هي صارت ملكتهم، صارت كاليسي أم التنانين. بالموسم الثاني من صراع العروش تبدأ الفوضى السياسية تنتشر بويستروس بعد موت نيد ستارك، خصوصا بعد ما انتشرت إشاعة أن الملك جوفري مو ابن روبرت الحقيقي وبالتالي ما يستحق يكون على العرش الحديدي. بهالوقت تايوان لانستر كبير العائلة يطلع يسوي تحالفات سياسية ويضطر يعين ابنه المكروه تيريون كمساعد للملك غصبا عنه. جوفري يأمر بقتل كل أولاد روبرت غير الشرعيين حتى يمحي كل دليل على أن شعر جوزي مو أشقر. وبحلم الزرايا واحد من أولاد روبرت اسمه جندري يفلت وينضم ويا آريا بمجموعة رايحين للحرس الليلي، بس يتم الهجوم عليهم من قبل قوات اللانستر ويموت أغلب ربع آريا وينسرق سيف هنيدل من قبل جندي اسمه بوليفر. آريا وجندري وصديقهم الجديد هوت باي ينمسكون وينسجنون بقلعة هارنهال، وهناك آريا تساعد سجين غريب اسمه جاكن هيجار على الهروب. جاكن يطلع قاتل ماهر بشكل غير طبيعي ويقتل حراس اللانستر حتى يساعدهم يفلتون. بعدين يعرض على آريا تتعلم فنونه وتنضم لمجموعة الوجوه المتعددة ببرافوس، ويخلي عندها عملة تساعدها توصل له لو قررت تقبل عرضه. الوضع بويستروس ينفجر وكل واحد يريد يسيطر على العرش، وهاي الفترة تعرف بحرب الملوك الخمسة. ستانس براثيون أخو روبرت الأكبر عنده الحق بالعرش بس الناس ما يحبوه، فأخوه الأصغر رينلي براثيون هم يطالب بالعرش ويكسب محبة الناس بجاذبيته. ويا رينلي تشتغل بريان التارث بحرس الملكي، توقع بحبه لأنه قبل بيها كفارسة. رينلي يتزوج مارغريت من عائلة تايريل القوية حتى يقوي تحالفاته، بس بالحقيقة هو بعلاقة سرية ويا أخوها لوراس. ومع تصاعد قوة رينلي ستانيس يلتجئ لآله النور ويخضع لسحر الكاهنة الحمراء من ساندري اللي تخلق بخلوق ظل. يقتل رينلي. بريان تتهم بالجريمة بس كاتلين ستارك تحميها، فبريان تقسم ولاها للستارك وتعاهد كاتلين ترجع بناتها. بعد ما يموت رينلي كل أنصاره عدة تايريلز ينضمون لستانس ويصير هو أكبر تهديد لجوفري. بس أقرب الناس لستانس مثل دافوس يورث يبدون يقلقون من ولاء الملك للسحر الأسود. أما روب فيلم جيش الشمال ويدز صديقه ثيون يطلب تحالف من أبوه بايلون غريجوي. بايلون يرفض ويقرر هو يطالب بالعرش الحديدي. ثيون مع أنه تربى مع ستارك يخون روب حتى يكسب احترام أبوه ويخطط ياخذ وينترفيل بالغدر. أوشا وهودور يهربون ويا بران وريكون من الغزو الحديدي ويتجهون للسور حتى يلتقون بجون سنو والحرس. ثيون وبعد ما يفشل وما يلقى الأولاد الصغار يقتل ولدين فلاحين ويحرقهم ويقولهم إن هم بران وريكون. تجي أخته يارا وتفهم إن أبوه ما مهتم وينترفيل وإن كل خيانته راحت على الفاضي، وفعلا جنوده يخذلوه ويدز روب جيش بقيادة ابن روز بولتون رامزي بولتون حتى يسترجع وينترفيل. رامزي السادي يعصي الأوامر ويحرق القلعة ويقتل كل الحديديين ويعتقل ثيون ويبدي يعذبه بأساليب بشعة. روب رغم انتصاراته يدخل بنزاعات مع أمه كاتلين بسبب قراراتهم المختلفة، يغضب منها لأنها أطلقت سراح جيمي لانستر حتى تبدل ببناته ودست ويا بريان التارث. كاتلين من جهته تقلق لما روب يوقع بحب ممرضة اسمها تاليسا ويتزوجها ويخلف واحدة من زواج واحدة من بنات والدر فري. بكينغز لاندينج تيريون يحاول يصلح الأمور ويحمي عائلته من الأعداء. يعين برون قائد لحرس المدينة ويطرد بايسل من المجلس لأنه جاسوس لسيرسي، ويوظف حبيبته شاية تكون خادمة سانسا لحمايتها من جوفري. لما يعرف أنه سيرسي بعلاقة مع ولد عمهم لانسير يبتزه حتى يصير جاسوس إله. لانسير يقول له أن جوفري ناوي يستخدم النار المجنونة ضد جيش ستانس، فتيريون يأخذ النار ويخطط بيها معركة خاصة، فيدز مارسيلا بنتهم لدورن بزواج سياسي حتى يبعدها عن الحرب. ولما ستانوس يهجم على كينغز لاندينج تيريون يفجر السفن مالته بالخليج باستخدام النار المجنونة ويدمر قسم من جيشه ويقتل عدد من رجاله.
الهجوم يستمر من البر والهاوند يقود الدفاع، بس لما يشوف النار يرجع له الخوف القديم لما انحرق وجهه، ويترك المعركة ويغلط على جوفري بوجهه. سانسا تحاول تخليه يروح يقاتل، بس هو جبان يتراجع. تيريون رغم تجاهل الناس إليه يوقف ويدافع عن مدينته بشجاعة ويقود الجيش للمعركة، بس واحد من الحرس الملكي يخونه ويضربه بوجهه، وكان راح يموت لولا الولد الوفي بودريك اللي ينقذه. وهو ينزف يفاجئهم وصول تايوان لانستر ويا حلفاء الجدد التايريل، ويغيرون مجرى المعركة ويخلون ستانيس ينسحب. بعد المعركة جوفري يتخلى عن سانسا ويخطب مارغري، وتايوان يرجع كمساعد للملك، بينما تيريون لانستر ما حد يتذكر ببطولات مالته. أما دينيريس بإيسيوس تعاني من الفقر وسوء الظروف، وهي تحاول تجمع فلوس حتى تشتري سفن تنقل جيش الدوثراكي لويستروس. تخسر ناس هواي، ويعرض عليها زارو الزنجين الزواج حتى يساعدها تأخذ العرش، بس جورا يقنعها تعتمد على نفسها. زارو يخونها ويتحالف ويا الساحر بيات بري ويسرق تنانين. دينيريس تنقذ تنانين وتحرق بيات بري وتقفل زارو بصندوق، تسرق الذهب مالته حتى جوارا يشتري له سفينة. بالمقابل مورمونت قائد الحرس الليلي ياخذ رجاله ويطلعون للشمال، وياهم جون سنو وسام ورفاقهم، ويلتجئون عند كراستر. وهناك يكتشف جون سنو انه كراستر يتزوج بناته ويقدم اولاده للوايت ووكرز. سام ينحجب بوحده من بناته اسمها جيلي، ويوعدها انه فد يوم يجي ويحررها. الحرس الليلي يتخوفون من ازدياد عدد الهمج اللي صاروا منظمين بقيادة ملكهم الجديد مانس رايدر. جون يقرر ينفصل عن رفاقه، فرقة يقودها جورين وهافهان حتى يهجمون على مخيمات الهمج. جون يتردد بقتل وحدة اسمها ييغرت وتهرب من عنده ويطاردها، فينفصل عن الجروب، يأسرها ويضطر يتعاون وياها حتى يعيشون، ويبدأ يشوف ان الهمج مو كلهم وحوش بس بشر قست عليهم الحياة. للأسف ييغرت توقع بالفخ ويأسروه جماعة اسمهم لورد العظام، بس ييغرت تقنعهم يخلون جون حي وودونه المانس رايدر. بالمسيرة جون يكتشف انه جورين انمسك هم ويخطط يقاتله قدامه حتى يثبت ولاءه للهمج، يضطر يقتله وبهيج شكل يخترق صفوفهم. أما سام ورفاقه يكتشفون سلاح سري، حجر التنين، السلاح الوحيد غير الفاليري القادر يقتل الوايت ووكر. وهاي الأسلحة راح تكون جدا مفيدة، لأن أخيرا الوايت ووكر يطلعون للعلن وجيشهم يتحرك باتجاه السور. في الموسم الثالث من صراع العروش اللانسترز يبدون يعانون من خصومهم السياسيين، مو بس خارج الكينجز لاندنج، لا حتى من جوه. عائلة تايريل تفرض نفسها بسرعة، ومارغري تصير محبوبة كلش بين الناس، وهذا الشيء يغيظ سيرسي ويخليها تتحسس. جدة مارغري أولينا تبلش تخطط وتحيك مؤامرات حتى تزيد من سلطة عائلتها وتحميهم من شر اللانسترز، فتقترح يزوجون سانسا للوراس حتى تعيش حياة هادئة بعيدة عن جوفري، وبنفس الوقت يكسبون تحالف مع أهل الشمال. بس ليتل فينجر بسبب حبه القديم لكاتلين وإعجابه الغريب بسانسا يعرض يساعدها تهرب من العاصمة، بس تايوان لانستر يكشف كل المؤامرة ويخطط يزوج ليتل فينجر من لايسا أرن أخت كاتل حتى يضمن ولاء بيتها للعرش مور روب ستارك. بعد تايوان يخطط يزوج تيريون من سانسا وسيرسي من لوراس، والاثنين يرفضون، بس تيريون يجبر على الزواج. رغم هذا يثبت تيريون انه شخص طيب وما يلمس سانسا. مكان ثاني بريان وجيمي يكملون رحلتهم الصعبة باتجاه كينجز لاندنج. بنص الطريق يوقعون بيد لوك التابع لروز بولتون. جيمي يدافع عن بريان، لكن بالمعركة تنقطع ايده اليمنى اللي تعتبر سيفه الحقيقي. جيمي يتحطم ما يعرف شنو يسوي بدون سيفه، بس بريان تواسيه ويبدون يتقربون من بعض لدرجة انه جيمي يفتح قلبه إلها ويحكي بشغلات عمره ما حاجيها لحد. روز بولتون يسمح يرجعون جيمي العائلة بس يحتفظ ببريان، فجيمي يرجع ويخاطر وينقذها ويرجعون سوا للعاصمة، بس جيمي مو نفس الشخص، تغير هواي. أما دافوس سيوار فينجو بمعجزة من معركة بلاك ووتر ويرجع لستانس اللي داخل بحالة إحباط. ميليساندري تحاول ترفع معنوياته وتبدأ تحرق ناس برياء قربان لآلهة النور. دافوس ينقهر ويحاول يقتلها بس ينمسك ويسجن. بالسجن تصير علاقة بينه وبين الأميرة الصغيرة شيرين بنت ستانس اللي تعلم القراءة. بعدين يطلعونه بعد ما يوعد إنه ما يأذي ميليساندري أبد. أما آريا، جندري وهوت باي يلتقون بمجموعة متمردة اسمها الأخوة بدون رايات، يقودهم محارب شجاع
اسمه بيريك دونتارين، وبيهم كاهن أحمر اسمه ثورس. هوت باي قرر يبقى ويشتغل طباخ، والباقيين يمسكون الهاوند ويحاكمونه بقتال ضد بيريك على جرائمه. الهاوند يقتله، لكن ثورس يرجع بيريك للحياة. مثل كل مرة ميليساندري تجي وتشتري جندري لأنها تريد تستخدم دم الملكة للسحر. آريا تنصدم وتزعل وتهرب، بس الهاوند يلزمها ويقولها راح أرجعك لأخوك روب مقابل فدية. بقلعة دراغون ستون ستانس يحرق علق بدم جندري ويلعن روب وجوفري وبايلون. دافوز أول ما يعرف إنه ناويين يضحون بجندري يهربه، وستانس يغضب، بس ميليساندري تقنعه يخلي دافوز حي لأنه راح يكون له دور بالحرب الجاية ضد الوايت ووكرز. بالشمال سام ومورمونت والباقيين يركضون حتى يحذرون الممالك من قدوم الوايت ووكرز. يرجعون كراستر، وسام يلقى جيلي تولد، بس جماعة من الحرس يخونوهم ويقتلون كراستر ومورمونت، وسام يهرب ويا جيلي وابنه. سام يصير مضطر يكون شجاع لما يجمع عليهم وايت ووكر، يقتله بخنجر من حجر التنين وينقذهم. بعيد عن السور جون يوصل للملك الحمجي مانس رايدر ويكذب عليه ويقول له انه خان الحرس. مانس يصدقه ويدزه ويا جماعة من الهمج بقيادة تورموند حتى يصعدون السور ويهاجمون الحرس. ضمن المجموعة ويا جون ييغرت اللي تبدأ علاقة حب بينه وبين جون، ويتجاوزون قسم من القسم اللي حلفوه للحرس ويصير بينهم شيء حقيقي. مكان ثاني بران، ريكون، هودور وأوشا يكملون رحلتهم. بران يكتشف انه وور، يعني يقدر يدخل عقول الحيوانات وعنده رؤى عن الماضي والمستقبل. يلتقون بالاخوين جوجين وميرا ريد اللي ابوهم كان صديق نيد ستارك، ويتبعون بران لين جوجين شاف رؤى عنه. هدفهم يوصلون للشمال حتى يلتقون بغراب ثلاث الاعين. اذا عجبك المقطع لحد هسه سوي لايك، سوي كومنت، سوي سبسكرايب واشترك بالقناة وفعل الجرس حتى يوصلكم باقي المواسم وكل ملخصات الأفلام والمسلسلات باللهجة العراقية. يلتقون بجون ويا الهمج، ولما تنكشف خيانة جون تورموند يأمر بقتله. بران يدخل عقل ذئبه سمر وينقذه، وجون يهرب ويقرت تنصد. بران يطلب من أوشا تاخذ ريكون لحالة أمبر حلفاء آل ستارك حتى يحمونه، وبران ويا هودور جوجين وميرا يلتقون بسام وجيلي ويعطيهم حجر التنين القاتل للوايت ووكرز. بالجهة الثانية من القارة بإيسيوس دينيريس توصل خليج العبيد حتى تشتري جيش الأنصاليد، جنود مخصيين متدربين فقط على القتال. بعد ما تشتريهم تتفق ويا تنانينها وتهاجم تجار العبيد وتحرر الكل. تقدم للأنصاليد حريتهم وكلهم يختارون يتبعوها بإرادتهم من حلفائها جدة جراي وور القائد، وميساندي تصير المترجمة مالتها. ينضم إلها هم بارستان سيلمي الفارس الشجاع اللي خدم أبوها والملك روبرت، لكن جوفري طرده فقرر يوقف ويا دينيريس ويخدمها. رؤساء مدينة يونكاي يتآمرون على قتل دينيريس ويستأجرون مرتزقة اسمهم الأبناء الثماني، بس داريون نهاريس أحد الأخوة يخون جماعته ويقتلهم ويبايع دينيريس. داريو يساعد جراي وورم وجواره بالسيطرة على يونكاي، وسكانه يبدون يعبدون دينيريس لأن هي اللي خلصتهم. بويستروس روب ستارك يوقف معاركه حتى يروح ويا أمه لجنازة والدها ويلتقي بخاله آدمر وعمه بلاكفيش. روب يحاول يصالح والدر فري بعد ما كسر وعده وتزوج تاليسا واللي حامل منه، ويعرض عليه يزوج خاله آدمر بوحدة من بناته. بحفل الزفاف روز بولتون يطلع خاين متفق ويا والدر فري وتايوان لانستر. جيش روب ينذبح وتاليسا تنقتل هي والبطنة، وكاتلين وروب ينقتلون بدم بارد. تايوان يكافئ فراي بقلعة ريفر ويسمي روز بولتون حاكم الشمال الجديد. رمزي بولتون ابن روز بولتون يكمل تعذيب ثيون ويقطع أعضائه، وثيون يصير مكسور ويعترف انه نيد ستارك كان أب حقيقي إليه أكثر من بايلون. آريا والهاوند يوصلون متأخرين ويشوفون المزرعة، وآريا تقتل ويا الهاوند كم واحد من الفريز اللي كانوا يتفاخرون بالمزرعة. بنهاية الموسم تيريون لانستر يحذر أبوه تايوان لانستر إن الشمال ما راح ينسى وراح يظل يتذكر معركة الزفاف الأحمر ومشاركة اللانستر بيها. بالموسم الرابع من صراع العروش يوصلون ممثلين من أقوى العوائل بويستروس إلى كينغز لاندينج حتى يحضرون زواج جوفري ومارغري. واحد منهم هو الأمير أوبرين مارتيل من دورن ويا حبيبته إليارا ساند، بس أوبرين جاء بالسر حتى ينتقم من الماوتن لأنه بأوامر من تايوان لانستر الماوتن اغتصب وقتل أخته إليا وقت ثورة روب.
تايوان لانستر يذوب سيف نيد ستارك الفايلري ويحوله لسيفين، واحد يعطيه جيمي والثاني يهديه جوفري كهدية زواجه. بعرسهم الفخم فجأة جوفري يختنق ويموت تسمم. سيرسي منهارة تلوم أخوها تيريون وينسجن. تيريون يعرف أن سجنه يعني خطر على أصدقائه، يطلب من بودريك يهرب من المدينة ويتعامل بقسوة ويا شاية ويتركها حتى يضمن ترجع لأرضها بإيسيوس. بالفوضى اللي صارت بعد مقتل جوفري، ليتل فينجر يهرب سانسا من كينجز لاندينج وجيمي يدز بريان حتى تروح تدور عليها وتحقق وعدها لكاتلين. جيمي يدز بودريك كمساعد لبريان ويعطيها سيفه الفاليري تسميه الأوث كيبر. ومكان ثاني الهاوند ينوي يسلم آريا لعمتها ليسا ايرن مقابل فدية، وبالطريق شوي شوي يبدون يتقربون من بعض رغم كره آريا القديم للهاوند بسبب أفعاله أيام خدمته لللانسترز. آريا تلتقي بجندي من اللانستر اسمه بوليفر تذبحه وتسترجع سيفها نيدر. بوليفر كان واحد من الأشخاص اللي آريا حاطتهم على قائمتها للانتقام، رغم أن آريا بدأت تتقرب من الهاوند بس هو بعد موجود بالقائمة مالتها. ليتل فينجر وسانسا يوصلون البيت ايرن ويظهرون انه سانسا على اساس بنت اخته. يتزوج ليتل فينجر من ليسا ايرن اللي كانت مهووسة بيه، ونكتشف انه هي اللي سممت زوجها جون ايرن بأمر من ليتل فينجر. مو بس قتل جون ايرن كان وراء ليتل فينجر، حتى التسمم مال جوفري كان من تخطيطه ويا أوليانا تايريل. بعدين ليسا تصير غيورة ومجنونة من سانسا، وليتل فينجر يبوس سانسا لأنها تذكره بحب القديم لأمها. ليسا تشوفهم وتواجهه وهو يعترف انه عمره ما حبها ويذبها من باب القمر ويستولي على الحكم هناك. آريا والهاوند يوصلون للفيل ويكتشفون ان ليسا ماتت. آريا تضحك لأنها تأخرت مرة ثانية على لم شملها مع أهلها، وهم رايحين يلتقون ببريان وبودريك. بريان تحاول تقنعهم انها تشتغل حسب وصية كاتلين، بس آريا ما تثق بيها لأنه شايفها من صنع لانستر. بعدين يصير قتال بين الهاوند وبريان على آريا. بريان تفوز وتذب الهاوند من على حافة الجرف. آريا تقتل، وبعد ما يروحون تطلع للهاوند وهو مصاب إصابة ميؤوس منها، بس ترفض تقتله وتريحه وتاخذ فلوسه وتستعمل العملة اللي طاهية جاكين حتى تركب سفينة لبرافوس وتتدرب ويا الرجال بلا وجوه. روز بولتون يرجع لابنه رامزي ويرزله على معاملته الوحشية لثيون. ثيون يعترف ان بران وريكون بعدهم عايشين، وهاي المعلومة تهدد مركز روز كوالي للشمال، فيدز لوك يدور عليهم. رامزي ويا ثيون اللي صار كلب مطيع له ينطلق حتى يسيطر على الأراضي اللي أخذوها إيرون بور. يارا أخت ثيون تقود جيش صغير حتى تنقذه، بس ثيون من كثر ما تعذب وانكسار يرفض يروح وياها ويخاف يرجع يتعذب من جديد. يارا تتركه وتعتبره ميت بالنسبة له. بإيسيوس دينيريس تحرر مدينة ميرين وآخر مدينة عبيد وتعدم تجار العبيد وتصلبهم حتى تكون عبرة للي يتحداها، لكن المدن اللي حررتها ترجع للعبودية بغيابها فتقرر تبقى وتحكم هناك. دينيريس تتغرم من داريو ويصير بينهم علاقة، وهالشي يضوج جواره. جراي وور وميساندي يصير عندهم مشاعر، بس العلاقة تصير صعبة لأن الغير المخصيين ما يقدرون يرتبطون مثل باقي البشر. بعدين براستيان سلمي يكتشف ان جواره بالاصل كان جاسوس للملك روبرت، بس جواره يشرح انه هو حب دينيريس وصار وفي إلها. دينيريس ما تسامحه وتطرده. دروغون تنين دينيريس يصير عدواني ويقتل طفله، فتقرر تربط بقية التنانين بالسلاسل. إذا عجبك المقطع لحد هسه سوي لايك، سوي كومنت، سوي سبسكرايب واشترك بالقناة وفعل الجرس حتى يوصلكم باقي المواسم وكل ملخصات الأفلام والمسلسلات باللهجة العراقية. بالشمال جيش الهمج يتحرك نحو الجدار ويقتلون هواي ناس بالطريق. يقريت تقتل أبو ولد اسمه أولي والولد يهرب لحصن كاسل بلاك. جون سنو يرجع للحصن ويحذر من جيش الهمج اللي عددهم 100,000. سام يساعده يدز رسائل لكل العوائل الكبيرة حتى يطلبون مساعدتهم. بدراغون ستون ميليساندري تستمر تضحي بناس أبرياء لإله النور حتى تساعد حملة ستانس، والشي هذا يرعب دافوس والأميرة الصغيرة شيرين. دافوس يبلش يدور على طرق يخلي بيها ستانس يحصل حلفاء أقوياء بدون ما يضطر يقتل بشر، وبالفعل يساعده حتى يحصل قرض من بنك الحديد ببرافوس حتى يقدر يستأجر مرتزقة ويقوي جيشه. كينجز لاندينج تايوان يقول لسيرسي إن اللانستر غارقين بالديون لبنك الحديد، ولهذا لازم يزوجون عائلتهم للتايريلز الأغنياء
حتى يغطون الديون، وهذا يعني أن سيرسي لازم تمشي بزواجها من لوراس، وابنها تومان يتزوج مارجري تايريل اللي صارت مرتين أرملة من قبل. خلال محاكمة تيريون على مقتل جوفري، هو وجيمي يكتشفون أن تايوان رتب الشهود حتى يشهدون زور ويضمن إدانة تيريون. واحدة من ذول الشهود كانت شاي اللي حست بالخيانة من تيريون لأنه طردها، فقررت تشارك بخطة تايوان الشريرة. تيريون يعرف أنه ما راح يحصل محاكمة عادلة، فيطلب محاكمة بالقتال. سيرسي تختار الماوتن يكون محاربها، وتيريون ما عنده خيارات. جيمي رغم تدريبه من برون على القتال باليد اليسرى بعده مو كفو، وبرون يرفض يساعده لأن سيرسي وعدته بلقب وزوجة نبيلة. لحسن حظه أوبرين مارتيل يوافق يكون محارب تيريون، لأن صار له سنين ينتظر يواجه الماوتن وينتقم لأخته. بالقتال أوبرين بسرعة يسيطر على الموقف ويجرح الماوتن بسيف مسموم، بس قبل ما يذبحه يريد من الماوتن يعترف انه قتل إيليا اخته. الماوتن يستغل الفرصة ويلزم أوبرين ويجعص راسه ويفلشه ويعترف بدم بارد. تيريون ينصدم وينقهر بفوز الماوتن. تايوان يحكم على تيريون بالإعدام. سيرسي تخلي كايبورن ينقذ الماوتن ويحوله زومبي ضخم تابع لها تستخدمه للانتقام. بانتظار تنفيذ حكم الإعدام، جيمي يزور تيريون ويساعده بالهرب، وقبل ما يهرب من كينغز لاندينج يروح تيريون ينتقم من أبوه. يلقى شاي بفراش أبوه فيحس بالخيانة ويقتلها. بعدين يلقى تايوان بالتوالي ويقتله بسهم. فارس يساعده يركب سفينة متجهة لأزيوس ويبين أنه فعلا يحب المملكة، عكس ليتل فينجر اللي كله لعب سياسي. بالجدار يوصل لوك متنكر كأنه متدرب جديد بحرس الليل، وهو بالحقيقة جاي يتجسس على جون حتى يكتشف مكان بران وريكون. ينضم لوك ويا جون وجماعة من الحرس حتى يروحون لكراس تركيب ويذبحون المنشقين حتى ما يكشفون دفاعاتهم الضعيفة للهمج. وجون ما يدري ان بران هودور وجوجن وميرا كلهم محتجزين هناك. جون وجماعته يوصلون ويقتلون المنشقين ويموت لوك بالمعركة. جوجن يقول له لبران انه تبقى متخفي وتكمل رحلتك، لان اذا التقى بجون سنو راح يغير رأيه ويخليه هدفه. بران وربعه يكملون طريقهم للشمال ويوصلون المكان الغراب ثلاث العيون المعروف بشجرة القلب. يهجمون عليهم هياكل عظمية، يقتلون جوجن والباقين ينقذهم اطفال الغاب وياخذون بران للغراب اخيرا. الهمج يهاجمون من كل الجهات. جرين يضحي بنفسه حتى يمنع العمالقة من دخول البوابة. بيب ينقتل بسهم من ييغرت. جون يجمع البقية ويقاتلون الهمج. ييغرت توصل الفرصة تقتل جون سنو بس تتردد، وغولي يقتلها تموت بحضن جون وقلبه مكسور عليها. أخيرا الحرس ينتصر والهمج ينسحبون. تورموند يريد يموت وهو يقاتل، بس جون يقرر يسجنه بدل ما يقتله. جون يروح لمعسكر الهمج بوحده حتى يقابل مانس رايدر وناوي يقتله ويضحي بحياته، بس قبل ما ينفذ خطته جيش ستانس براثيون يوصلون ويسعقون جيش الهمج من بين كل العوائل. بس ستانس لبى نداء الحرس واخذ تهديد الوايت ووكرز بجدية. ستانس ينال احترام الحرس ويأسر مانس رايدر ويا جون. بالموسم الخامس من صراع العروش، الملك تومان يتزوج رسميا من مارغري تايريل، وهي بسرعة تسيطر عليه وتتحكم به لأن بعده طفل وما عنده أي خبرة. سيرسي تحس بالخطر وتفقد جزء كبير من سلطتها، فتبدي تخطط ترجع السيطرة على المجلس المصغر. بهالوقت تصعد جماعة دينية اسمها العصافير ويبدون ياخذون شعبية كبيرة بين أهل كينغز لاندينج، وحتى لانسر لانستر ينضم إلهم. سيرسي تستغل الوضع وتخلي السبارو الأعلى يكون عنده جيش ديني اسمه الجنود المتدينين، هدفهم يطبقون قوانين الدين على الكل، فيعتقلون لوراس لأنه مثلي. وهاي السالفة تحطم مارغري وتخلي سيرسي تتخلص من فكرة أنه يتزوج. مارغري تدافع عن أخوها وتكذب، فتنحبس هي هماتين بتهمة الشهادة الزور. بعدها سيرسي توصل لها رسالة من ألاريا ساند من دورن تهدد بها حياة بنتها مارسيلا. جيمي يقرر يروح لدورن حتى ينقذ بنته وياخذ وياه صديقه برون بعد ما وعده بزوجه وقلعة أكبر كمكافأة. دورن ألاريا كانت غاضب بسبب موت أوبرين، تريد تنتقم من اللانستر بقتل مارسيلا، لكن دوران مارتيل أخو أوبرين مارتيل والحاكم يرفض فكرة الانتقام ويصر على حماية مارسيلا وخطبتها لابنه تريستان. فألاريا وبناتها المعروفات بثعابين الرمل يخططون للانتقام بأنفسهم. جيمي وبرون ينجحون ويأخذون مارسيلا
بس وهي بالطريق راجعة تموت بحضن أبوها بعد ما سمتها إلاريا. هاي بس بداية مشاكل سيرسي، لأن خطتها تنقلب ضدها والسبارة الأعلى يصير قوي وما يسمع لأحد غير آلهته، فيحبس سيرسي بتهمة الزنا وقتل زوجها روبرت براثيون، وكجزء من عقوبتها يفرضون عليها تمشي بدون ملابس قدام الناس ويتشمتون بيها. بس وهي تفقد قوتها قدام الناس تلقى دعم من كايبرن والماوتن اللي رجع للحياة وصار زومبي قوي بلا عقل تقدر تستخدمه سيرسي للانتقام. أما ببرافوس، آريا توصل المعبد الوجوه المتعددة وجاكين يعلمها حتى تصير قاتلة تقدر تغير شكلها، لازم أول شيء تصير مالها اسم، فيكلفها تتخلص من كل غراضها بس بالسر تخبي سيفها نيدل. بالتدريب تصير آريا بخصومة ويا واحدة من المتدربات اسمها الوايف، وهي هميا تحاول تكسب احترام جاك، بس آريا تتشتت عن تدريبها لما تشوف اسم واحد من قائمتها ميريان ترانت اللي قتل مدربها بالسيف كينغز لاندينج بعد اعتقال واعدام نيد ستارك. آريا تقتله وتنتقم بس تتعاقب لأنها خالفت قوانين المعبد وياخذون من عندها بصرها. وبعد ما تشوف بالشمال ستانس يطلب من مانس رايدر يحلف له الولاء وينضم إليه ويا جيش الهم، بس مانس يرفض فيحرقه وهو حي. بعدها ستانس يعرض على جون سنو يخليه ابن شرعي ويعطيه اسم ستارك حتى يقود عشائر الشمال، بس جون يرفض ويبقى هو في القسمة بحرس الليل. فستانس يقرر يزحف على وينترفيل بدون دعم حتى يقضي على آل بولتون. بريان وبودريك يلحقون بسانسا وهي ويا ليتل فينجر، بس سانسا ترفض مساعدة بريان اللي من جهتها ما تثق بليتل فينجر، فتبقى تراقبهم من بعيد حتى تتدخل إذا احتاجتها سانسا. وكانت محقة لأن ليتل فينجر يخطط يزوج سانسا من السفاح رامزي بولتون حتى يوحد جيشه مع جيش الشمال. هو ما يعرف وحشية رمزي، ولما رمزي يعتدي على سانسا ثيون اللي كان مكسور نفسيا يرجع يحس بإنسانيته ويتألم على حال سانسا اللي كان يعتبرها مثل أخته، فيعترف لها بالسر أن بران وريكون بعدهم عايشين، بس زواج سانسا من رمزي هو مجرد جزء من خطة ليتل فينجر الكبيرة. بما أن جيش ستانس كان متوجه نحو وينترفيل حتى يقضون على آل بولتون، كان لازم يعينون سانسا كحاكمة للشمال حتى يوحدون بقايا عشائر الشمال حواليها. فبغض النظر من يفوز بالحرب بين البراثيون والبولتون، سانسا وليتل فينجر راح يربحون بكل الأحوال. بس وهم متوجهين يصير عاصفة ثلجية قوية تهدد كل المعركة. ميليساندرا تقترح يضحون بالأميرة شيرين حتى يرضي عليهم إله النور، بس ستانس بالبداية يرفض يقتل بنته، ومع تدهور الوضع وبدت الهزيمة قريبة حتى قبل المعركة يرسل دافوس يرجع للسور حتى يطلب مساعدة من حرس الليل، وبالنهاية يوافق يضحي ببنته. هالفعل الوحشي يسبب أن نص جيشه يتركه ويشوفوه إنسان قاسي، بس بالرغم من هذا يتحرك بالباقي من جيشه ويتجه لوينترفيل وينهزم على يد آل بولتون. ستانس ينصاب إصابة قاتلة بس يبقى عايش إلى أن تجي بريان وتقتل انتقاما من مقتل رينلي. بوقت المعركة ثيون أخيرا يتحرر من سيطرة رمزي ويساعد سانسا تهرب من زوجها السادي ومن سجن بولتون. بإيسيوس فارس يقول لتيريون أنه من زمان يخطط يساعد دينيريس ترجع لويستروس وتستعيد العرش الحديدي، ويريد يقنع تيريون ينضم إلها، يطلب منه يروح وياه يقابل كاليس. بس فجأة تيريون ينخطف من قبل جوارا مورمونت اللي يعتقد انه اذا رجع واحد من اللانستر دينيريس راح تسامحه وتخليه يرجع لحمايتها. وهم بالطريق يهجم عليهم جماعة الناس الحجريين وجواره ينصاب بمرض قاتل اسمه الجراي سكيل. مكان ثاني أسياد العبيد السابقين يشكلون جماعة متمردة اسمها أبناء الهاربي، هدفهم يطيحون بدينيريس ويرجعون تجارة العبيد. بالمقابل الناس تطالب بإعادة فتح حلبات القتال اللي دينيريس سدتهم لأن تعتبرها همجية. أبناء الهاربي يهاجمون الحرس ويصيبون غراي وورم إصابة خطيرة ويقتلون براستيان سيلمي. دينيريس تكتشف أن التنانين مالتها اللي كانت ساجنتهم صاروا عدوانيين وما يطيقوها، تحس بالإحباط فتقرر تعيد فتح الحلبات وتتزوج التاجر القوي تزداهر زو لوراك على أمل تهدي الأوضاع. بيوم إعادة افتتاح الحلبات يطلع جواره كمقاتل ويقول دينيريس قدام الناس إن جاب لها هدية تيريون لانستر. الخطة تنقلب لأن تيريون بسرعة يكسب ثقتها وتصير تعتمد عليه سياسيا، وجواره ينطرد مرة ثانية. ببطولة ثانية بالحلبة يهجمون أبناء الهاربي على دينيريس رغم كل محاولاتها للسلام. جواره ينقذها
ويا التنين دراغون اللي كان غايب فترة. التنين كبر هواي ودينيريس تقدر تركبه لأول مرة وتطير بيه بعيد عن الخطر قدام الناس المندهشة. أما بالسور جون سنو يتم اختياره كقائد جديد لحرس الليل. القدامى مثل أليسر ثورن وجانوس سلينت يضوجون لأن ما تم انتخابهم، ولما سلينت يعصي أوامر جون يضطر يعدمه حتى يثبت سلطته. بعد هزيمة ستانس جون يعرف أنه حرس الليل ما عندهم فرصة قدام الوايت ووكرز، فيرسل رسائل لكل بيوت ويستروس بس ما حد ياخذ تهديد الوايت ووكرز بجدية، فيسوي تحالف ويا تورمون المسجون ويوعده بأراضي جنوب السور مقابل مساعدتهم بالمعركة ضد الموتى. التحالف يزعل أغلب الحرس خصوصا بعد ما خسروا الناس هواي معركة مع الهمج، بس جون يتجاهل اعتراضاتهم ويروح ويا تورمون شمال السور للمستوطنة هارت هوم حتى يجمع الهمج. ينجح بإقناع 5000 واحد ينضمون إليه، لكن الهجوم يجي فجأة من جيش الوايت ووكرز بقيادة النايت كينج. معظم الهمج ينقتلون وبعدين يرجعهم النايت كينج كزومبيز. جون وتورموند ينهزمون وهم وعدد من الهمج وياهم من ضمنهم العملاق ون للسور. بعد رجعته جون يدز سام للمدينة القديمة الأولد تاون ويا جيلي وطفلها حتى يتعلم يصير ماستر ويكتشف شلون يهزمون الوايت ووكرز. بعدين يوصل دافوس للسور يطلب مساعدة جون لستانس، بس لما توصل ميليساندرا وحدها يعرف أنه الملك انقتل وكل الأمل راح. وأخيرا نهاية الموسم تتجمع مجموعة من الحرس منهم أليسر وأولي يهاجمون جون لأنه جاب الهمج وياهم ويعتبروه خانهم ويطعنوه كل واحد طعنه لحد ما يموت جون سنو قدام باب السور. بالموسم السادس من صراع العروش دافوس وميليساندرا يختلون بغرفة ويا جثة جون سنو. هالوقت أليسر ثور يسيطر على الحراسة الليلي. أخ جون الوفي يروح ويجيب الهمج بقيادة تورموند والعملاق ون ويثورون على المتمردين من الحراسة الليلية ويعتقلوهم. رغم أن ميليساندرا كانت تايهة بإيمانها بعد موت ستانس، دافوس يقنعها تحاول ترجع جون للحياة، والصدمة أن السحر مالتها يشتغل وجون فعلا يرجع للحياة. بعد ما يرجع جون يعلق الخونة اللي خانوه ومنهم أليسر ثورن وولي. ميليساندرا تعترف أنها كانت تتوقع الأمير المنقذ هو ستانس، بس بعد ما شافت جون يرجع للحياة صار إيمانها بيه. من جهة ثانية البولتنز وبيتر بيليش ليتل فينجر يدورون على سانسا وثيون، لأن كل واحد يريد يستخدم سانسا لمصلحته حتى يلم وراء أهل الشمال، بس اللي يلقاهم بالأخير هي بريان وبودريك وينقذوهم من جنود بولتون. سانسا تقبل أخيرا بخدمة بريان وثيون يودعها ويرجع للجزر الحديدية. رامزي يعرف انه سانسا راح تروح تتخبى وراء اخوها جون سنو بالسور، فيقترح على ابوه انه يهجمون على الحراسة الليلية، بس روز يرفض لأن الهجوم عليهم يعني كل الممالك راح يصيرون ضدهم. بعدين لما رمزي يعرف أن زوجة أبوه جابت ولد يعني وريث جديد، يقتل أبوه وزوجته وطفلهم ويستلم السيطرة الكاملة على الشمال. أحد البيوت اللي تحالفت ويا رمزي هي بيت أمبر، ويسلمون ريكون كرهينة ويخلون رمزي يقتل أوشا اللي كانت تحميه. بعدين بريان وبودريك يوصلون سانسا بأمان قلعة بلاك، وهناك تلتقي بجون لأول مرة من سنين. سانسا تعلن عن رغبتها حتى تسترجع وينترفيل من رمزي بولتون. بالبداية جون يتردد لأن يعتبر نفسه خلص نذر الحراسة بموته، بس من يسمع أن ريكون بيد رمزي يقرر يحارب ويا سانسا. جون وسانسا يبدون يلمون بيوت الشمال حتى يساعدوهم، وسانسا ترسل بريان حتى تروح البيت تول تقنع خالها بلاك فيش ينضم للحرب. وبني يخافون أن رمزي ممكن يسبقهم ويجمع جيوش، يقررون يبدون المعركة قبل الموعد. مكان ثاني سام وجيلي الطفل الصغير يكملون طريقهم للأولد تاون، وبالطريق جيلي تقول لسام أن تحبه، تعتبره أب لطفلها. سام يخبرها أن النساء ممنوعات بالستدر، فوداهم على بيت أهله رغم أن أهله يكرهوه لأنه ما يشبه الفرسان التقليديين. بعدين من يشوف قسوة أبو وأخوه، سام يقرر يضرب القوانين عرض الحائط وياخذ جيلي والطفل وياه للستدل ويبوق سيف عائلتهم الفاليري هارتسبيرن. الهاوند يطلع عايش بعد معركته ويا بريان، وموجود يم رجال دين اسمه راي، بس لما يتم قتل راي وقريته من قبل جماعة متمردة من الأخوة بدون رايات، الهاوند ينتقم ويقتلهم ويلتقي من جديد ببيريك وثورس اللي يدعوه يروح وياهم للسور حتى يقاتلون الوايت ووكرز.
وببرافوز آريا تكمل تدريبها وهي عمياء، وبعد ما تثبت لجاكن إنها تخلت عن هويتها وصارت لا أحد يرجع لها نظرها. بعدين جاكن يعطيها مهمة تقتل امرأة اسمها ليدي جراي، بس قبل لا تقتلها تتعلق بيه وتقرر تترك المهمة وتخليها تعيش. فجاكن يسمح للوايف تقتل آريا. آريا اللي تعلمت كل شيء من جماعة الوجوه تسترجع سيفها نيدل وتستعد تهرب. من تجي الوايف تقتلها، آريا طفت الضوء، تستخدم خبرتها وهي عمياء وتقتل الوايف. جاكن يبارك لها، بس آريا تقول له إنه راجع لويستروس. بالجزر الحديدية بالون جريجوي يقتل على يد أخوه يورن اللي يريد يستولي على العائلة والجيش. يورن ينوي يروح يتزوج دينيريس تارجيريان حتى يوحد جيوشهم ويغزون ويستروس. من يعرفون ثيون ويارا إنه عمهم راح يصير خطر عليهم، يهربون ويا أحسن السفن من الأسطول الحديدي. يارا تعلن إن خطتها توصل لدينيريس قبل يورن وتسوي تحالف وياه. كينغز لاندينج جيمي يوصل وهو شايل جثة ميرسيلا، ويوعد سيرسي إنه راح يساعدها ترجع مجد عائلتهم وتنتقم من كل أعدائهم وخصوصا الهاي سبار. هالوقت ألاريا والساند سنيكس يكملون خطتهم للانتقام ويعتبرون دوران حاكم ضعيف فيقتلوه هو وابنه تريستان. تومن حتى ينقذ مرته مارغري من سجن العصافير يقرر ياخذ صلاحيات أكثر ويشيل جيمي من الحرس الملكي لأنه ما ملتزم بالإيمان. بعدين جيمي يكلف يروح يحرر ريفرن من البلاك فيش اللي يسيطر عليها بجيش صغير ضد الفراي. من يوصل هناك يلتقي ببريان وتطلب منه تحاول تقنع البلاك فيش ينضم لهجوم سانسا على وينترفيلد طريقة سلمية. جيمي يوافق، بس البلاك فيش يرفض ينسحب، فيستخدم جيمي آدمور تولي ويخليه يستلم حتى يخلي الجيش ينسحب، والبلاك فيش يموت وهو يقاتل. وراها آل فراي يرجعون يسيطرون على الريفرين، بس آريا ترجع لويستروس وتقتل عائلة والدر فراي وتخدع والدر وتخليه ياكلهم وهم مطبوخين قبل لا ذبحه. هاي الأثناء سيرسي تخطط تسقط الهاي سبارا وتستولي على كينغز لاندينج. كايبرن حليف المخلص يخطط لقتل جراند مايستر بايسر ويزيح واحد من معارضيها من المجلس. لوراس يعترف بجرائمه قدام الهاي سبارا ويتنازل عن اسمه وينضم للمقاتلين المتدينين، بس قبل لا يتحرر هو ومارغري سيرسي تستخدم النار المجنونة وتفجر كل السبت وتقتل لوراس، مارغري، لانسر والهاي سبارا. تومن من يشوف مرته تموت يرمي نفسه من الشباك ويموت. بعدين سيرسي تنصب نفسها ملكة للممالك السبع بعد ما فقدت كل أولادها. شمال الجدار بران يبدي يتدرب ويا الغراب ثلاث الأعين ويشوف رؤى من ماضي ويستروس ويعرف أن جون سنو هو ابن ريغار تارجيريان ولينا ستارك. بيومها نيد ستارك لقاها تموت بعد الولادة وقالت له أنه يحمي ابنها لأن دم التارجري خلاه هدف بعد سقوط بيتهم ثورة روبرت، فنيد حتى يحمي الولد قال عنه أنه ابن غير شرعي. بران همين يعرف أنه أطفال الغابة هم اللي صنعوا الوايت ووكرز بالأصل وما كانوا يدرون شنو الشر اللي راح يطلقوه، بس من يواصل يشوف الرؤى يهجم النايت كينج على الشجرة المقدسة ويا جيش الزومبي ويقتل الغراب ثلاث الأعين وأطفال الغابة والذئب مالته سمر. وبالرغم أنه بران كان جوا رؤية يربط وحيه بدماغ هودور وهو صغير وكان اسمه ويلس. نفس الوقت هودور الكبير حتى يصد الزومبي الدماغين يرتبطون، يصير الويلس نوبه ومن الصيح ميرا على هودور حتى يمسك الباب. يظل الولد يكرر هولد ذا دور لحد ما تتحول الكلمة إلى هودور. بران يطلع من عقل هودور ويهرب ويا ميرا ويتفرج على هودور وهو يقتل من الزومبي وقلبه يتحطم لأن هو السبب بعجز هودور العقلي طول حياته. من يهربون يجيهم بنجن ستارك عمه المفقود وينقذهم ويقولهم انه انطعن من الوايت ووكر، بس اطفال الغابة انقذوه ويأكد لبران انه هو هسه الغراب ثلاث الأعين ولازم يتعلم يتحكم بقواه حتى يواجه الجيش الجاي مالت النايت كينج. بالشمال تبدي المعركة بين جون سنو ورامزي بولتن. رامزي يقتل ريكون قدام عين جون حتى يستفزه والجيش مال بولتن أكثر عدد، بس جون يظل يقاتل رغم الخسائر. ولما الأمور تبدي تروح ضدهم توصل سانسا ويا ليتل فينجر وفرسان الوادي ويغيرون مجرى المعركة وينتصرون. رامزي يهرب لوينترفيلد ويقتل العملاق 1-1، بس جون ينتصر عليه ويضربه لحد الموت، بس اللي تنهيه فعليا هي سانسا تطلق كلابه عليه وتخليهم ياكلوه. وهنا عائلة ستارك ترجع تسيطر على وينترفيلد. جون ودافوز ينفون ميليساندرا من الشمال بسبب تضحياتها البشرية خصوصا قتل الطفلة شيرين. ليتل فينجر يعترف لسانسا برغبته بالحكم على العرش الحديد وياه،
بس سانسا ترفض وتختار تدعم جون سنو كملك للشمال. بإيسيوس دينيريس تنخطف من قبيلة دوثراكي بقيادة خال مورو اللي يرفض يرجعها الميرين لأن الأرامل لازم يعيشون بفيس داثراك. هناك يلقاها جوارا وداريو ويساعدوها تحرقهم كلهم وهي تطلع من النار سالمة، فينحنون إلها الدوثراكي كزعيمتهم. جوارا يعترف بإصابته بجراي سكيل ويقولها إنه يحبها فتسامحه وتقول له يدور علاج ويرجع إلها. بميرين تيريون يحاول يهدي الوضع بين دينيريس وسياد العبيد، وفاريس يسافر لويستروس حتى يجمع حلفاء ويتفق ويا أوليانا تايريل وألاريا سانت، بس رغم جهود تيريون الأسياد يتمردون ويسوون انقلاب. داريو وجراي وورم يقودون الجيش ودينيريس تطلع بتنانينها وتهاجمهم وتحرر خليج العبيد نهائيا. بعدها يوصل ثيون ويارا ويعرضون تحالف مع دينيريس ويعطوها اسطولهم مقابل انه يارا تستلم الجزر الحديدية. بدال يورن دينيريس تخلي داريو يحكم ميرين وتطلع الويستروس ويا جيوشها تنانين ثلاثة وتيريون يصير يد الملكة. بالموسم السابع من صراع العروش سيرسي وجيمي يحاولون يجمعون دعم من بيوت النبلاء بويستروس ضد دينيريس تارجيريان اللي جاية بالطريق. كوايبرين يبني أسلحة يسموها العقارب مخصصة لقتل التنانين. أبو سام وأخوه من عائلة تارلي ينضمون السيرسي وأبوه راندل تارلي يصير حاكم الجنوب كمكافأة على ولائه. جيمي ويا راندل يحتلون قلعة هاي جاردن مال تايريل وجيمي يخلي أولينا تموت بسلام عن طريق السم، بس قبل لا تموت أولينا تعترف لجيمي إن هي اللي قتلت جوفري، تطلب منه إنه يقول السيرسي. وبعد ما ينهزمون التايريل اللانستر يبوقون الهاي جارد وياخذون الذهب وجيمي يرجع بيه للعاصمة حتى يسدد الديون بنك الحد. بالمقابل يورن جريجوي يفشل بتحالف ويا دينيريس فيروح يعرض خدماته على سيرسي ويطلب يتزوج. سيرسي توافق على التحالف بس ترفض الزواج، فيوعدها يجيب لها هدية ثمينة حتى تغير رأيه. بالستدل سام يلتقي بجوارا مورمون اللي يدور على علاج لمرضى الجريس كير. سام يسوي عملية خطيرة على جوارا ويعالج. جوارا يرجع حتى يتلاقى ويا دينيريس وسام يظل يقرأ كتب قديمة يدور بها على حل للوايت ووكر ويكتشف اكو كميات كبيرة من دراغون جلاس تحت قلعة دراغون ستون ويبلغ بها جون سنو. دراغون ستون هي اصلا بيت عائلة تارجيريان، فتوصل دينيريس هناك اول مرة ترجع للويستروس من كانت طفل، وبهيج وقت تصير مواجهة بينها وبين فارس بسبب تنقلاته بين الولاءات، فيحلف إلها الولاء وهي تهدده بالقتل اذا خانها بعد. تيريون يحط خطة حتى جيش الأنسالة يحتل كاسري روك بينما حلفاء دينيريس يحاصرون العاصمة. قبل لا يطلع جراي وور من المعركة يعترف بحبه لميسانتي وهي تبادل الحب. الأنسالة يحتلون كاسري روك بسهولة بس يكتشفون انهم وقعوا بفخ لأن يورن جريجوي دمر سفنهم وخلاهم محاصرين. نفس الوقت يارا تقود أسطولها حتى تنقل جيش دورن للعاصمة، لكن يورن يهجم عليهم ويقتل 2 من بنات السانت ويأسر يارا وألاريا وبنتها تاي. فيون بعد ما يشوف الهجوم يخاف ويغمس بالبحر وينهزم. يورن يسلم الأسرى السيرسي كهدية وسيرسي تقتل تاين بنفس السم اللي ألاريا استخدمته حتى تقتل مارسيلا. بوينترفيل جون سنو يدز تورمنت حتى يقود الهمج ويرجعون للسور ويحموه من الوايت ووكرز. ليتلفينجر يحاول يرجع يسيطر على سانسا بس ما عنده تأثير مثل قبل، رغم أن سانسا تكره ليتلفينجر تضطر تبقي قريب حتى تضمن فرسان الوادي يبقون وياها. جون يستلم رسالة من دينيريس تطلب يجي يقابلها بدراغون ستون، رغم اعتراضات مستشارية يقرر يروح حتى يحصل دراغون جلاس اللي سام هجاله عليه. يخلي سانسا مسؤولة الشمال ويحذر ليتلفينجر حتى ما يقرب عليه. بران وميرا يوصلون الوينترفيل وسانسا تفرح برجعة أخوها بس تنصدم من تصرفاته الجديدة بصفته الغراب 3 الأعين. ميرا تتركب حزن لأن بران القديم اختفى. اللقاء العائلي يستمر لما آريا توصل أخيرا لوينترفيل. بران يقول لها إنه شافها برؤياه ويعطيها خنجر من الفاليريان ستيل. بريان وآريا يدربون على القتال وينتهي النزال بتعادل، بس فرحتهم تروح لما ليتلفينجر يحاول يزرع فتنة بين آريا وسانسا. جون ودافوس يوصلون دراغون ستون ويقابلون دينيريس. جون يرفض ينحني إلها ويطلب تنضم الحرب ضد الوايت ووكرز. دينيريس ما تصدق بخطر الوايت ووكرز وتريد تركز على العرش الحديدي، بس تيريون يقنعها تخلي جون يدور على الدراغون جلاس.
بعد ما تعرف دينيريس ان جيوشها خسروا معارك تبدي تشك بولاء تيريون. ثيون يرجع مكسور ويا القلة اللي نجوا، وجون يشجعه ويذكره بإرث نيد ستارك، فيتحفز ثيون ويرجع يقاتل حتى ينقذ ياره. دينيريس تفكر تروح للعاصمة وتدمرها بالتنانين، بس جون يحذرها ان بهاي الطريقة راح تصير مثل ابوها المجنون. فدينيريس تسمع نصيحته بس تستخدم التنانين وجيوش الدوثراكي حتى يهجمون على قافلة النانستر اللي شايلة ذهب التايريل. جيمي ورجاله ينصدمون من الهجوم الوحشي ويتغلبون عليهم تماما، بس برون ينجح يضرب دراغون بسهم من سلاح العقرب ويجرحه. جيمي وبرون ينجون بصعوبة من المعركة ويدركون ان جيشهم ما يقدر يوقف قدام تنانين دينيريس. الجنود الباقين من عائلة تايريل ينأسرون، ولما راندل وابن ديكون يرفضون يباعون دينيريس، دراغون يحرقهم بالنار. تيريون ودافوس يتسللون الكينجز لاندينج، وتيريون يلتقي بجيمي سرا ويطلب منه يقنع سيرسي تتعاون ويا دينيريس ضد الوايت ووكرز، ويوعده راح يجيب دليل على وجودهم. وهم راجعين يلتقون بجندري ويرجع وياهم لدراغون ستون. بنفس الوقت تيريون وفارس يبدون يقلقون من قسوة دينيريس بعد ما حرقت راندل وديكون. أما جون ودينيريس فالعلاقة بيناتهم تبدأ تقوى، وخصوصا بعد ما تنصدم دينيريس من قدرة جون على لمس تنانينها بدون ما يهاجموه، وهذا الشيء نادر يصير. تيريون يطرح خطة على المجلس أن يطلعون شمال السور ويجيبون وايت ووكر كدليل حقيقي ويعرضوه على سيرسي. جوارا مورمونت يوصل لدراغون ستون ويلتقي بدينيريس بعاطفة قوية ويوافق ينضم للمهمة مع جون وجندري. يوصلون للسور ويرتقون بتورمونت اللي كان بقبضة بيريك وثورس والهاوند. جندري يحذر من ذول الجماعة لأنهم باعوه قبل الميساندرا، بس بيريك والهاوند يقولون أنهم جايين يساعدون بالحرب ضد الوايت ووكرز. ويتجمع الفريق بقيادة جون وياهم جوارا، تورمونت، جندري، بيريك، ثورس والهاوند، ويتوغلون بشمال السور حتى يصيدون وايت ووكر. الرحلة خطرة جدا، ويموت ثورس بهجوم من دب ميت، ويكتشفون أن قتل الوايت ووكرز الأصلي يخلي كل الموتى اللي أحياهم يموتون، فبالتالي قتل النايت كينج ممكن ينهي الجيش الميت كله. لما يتعرضون للهجوم يدزون جندري يركض يرجع للسور ويطلب نجدة من دينيريس، وفجأة لما جون ورفاقه يحيط بيهم الموت توصل دينيريس وتقاتل بتنانينها تساعدهم يطلعون، وجون يبقى وراهم حتى يغطي انسحابهم. خلال القتال النايت كينج يقتل التنين في سيريون ويرجع كتنين ميت يخدمه. دينيريس تهرب ويا جوار تورموند، بيريك والهاوند وتنانينها الاثنين الباقين. جون يتحاصر لكن يوصل بنجن ستارك بنقطة ويضحي بنفسه. لما يرجعون لدراغون ستون دينيريس توافق تنضم للحرب ضد الوايت ووكرز بعد ما شافت الدليل بعينها، وجون يبايعها كملكة إله. بعدها يسافرون سويا الكينجز لاندينج حتى يشوفون سيرسي الوايت ووكر اللي أسروه ويطلبون مساعدتها. سيرسي بالبداية ترفض، بس تيريون يقدر يقنعها. جيمي يجهز نفسه يقود جيش اللانستر للشمال، بس سيرسي تكشف انه كانت تكذب على تيريون، وان يورين محضر جيش حتى يهاجم الطرف اللي يربح من الحرب. جيمي ينصدم من تصرفات اخته وحبيبته، وبالرغم من انه سيرسي حامل بطفل من جيمي وانه يقدرون يربون الطفل سوية، جيمي يعوفها ويروح وحده للشمال حتى ينضم للحرب ضد الموتى. بوينترفيل سانسا واريا يكشفون انهم كل هاي الفترة كانوا يراقبون ويتلاعبون بليتل فينجر، ويكشفون خيانته قدام لوردات الشمال والوادي اللي منها كان بسبب بقتل جون أرين وليزا، وحتى فضحوه انه هو اللي ارسل القاتل حتى يقتل بران من زمان. ولما ليتل فينجر يطلب السماح اريا تذبحه. بالستدل لما المعلمين يرفضون ياخذون تهديد الوايت ووكرز بجدية، سام يعصب ويقرر يبوق كتب قديمة ويهرب. يوصلون وينترفيل وسام يقارن ملاحظاته مع رؤى بران، ويكتشفون انه رايجر تارجيريان ما اغتصب لينا ستارك، بل كانوا يحبون بعض وتزوجوا بالسر. فجون سنو مو ابن حرام بل الوريث الشرعي لعرش التارجيريان. بس جون ودينيريس ما يعرفون الحقيقة، وبطريقهم الوينترفيل يعترفون بحبهم لبعض ويصير بينهم علاقة بدون ما يعرف أن دينيريس هي عمته وأنه هو الوريث الحقيقي للعرش الحديد. لكن كل هاي الأمور ممكن تصير بلا قيمة، لأن النايت كينج يستخدم في سيريون التنين الميت حتى يدمر جزء من الجدار ويفتح طريق الجيش حتى يغزون الممالك السبعة. بالموسم الثامن والأخير من صراع العروش كل أهل ويستروس اجتمعوا بوينترفيل حتى يتوحدون ضد جيش الموت. لما وصل جيمي للقلعة بران سامحها على كل اللي سواه من سنين لما دفع من البرج وسبب له الشلل.
لأن هالشي هو اللي خلاهم يصيرون الأشخاص اللي هم هسه اليوم. سانسا ودينيريس كانوا يفكرون يقتلوه لأن لهم ثارات شخصية وياه، بس بريان دافعت عنه بقوة وقالت هو رجال شريف ويستاهل فرصة ثانية، فوافقوا ويخلوه يشارك بالحرب. وبينما يتحضرون للحرب ضد الوايت ووكرز، دينيريس علمت جون سنو شلون يركب التنين، وهالشي قربهم من بعض أكثر وصار الحب بيناتهم أقوى. بس أقرب أصدقاء جون ما كانوا مرتاحين هاي العلاقة لأن يخافون دينيريس تطلع مجنونة مثل أبوها. والمصيبة صارت لما سام كشف الحقيقة لجون وقال له أنت مو ابن نيد الحقيقي بل الوريث الشرعي لعائلة تارجيريان واسمك الحقيقي ايجون تارجيريان. بالمجلس الحربي خططوا يستخدمون بران كطعم حتى يجذبون النايت كينج لأن هدفه هو محو كل الذكريات وقتل الغراب ثلاثي الأعين اللي هو بران، فقرروا ينصبون إلى فخ. ثيون جريجوي بعد ما خلص زيارة من عمهم يورين رجع لوينترفيل حتى يساعد عائلته البديلة وقدم نفسه كحارس شخصي لبران حتى يكفر عن أخطائه القديمة. التحالف الكبير جهز نفسه للمعركة وكل واحد كان يعرف أن هاي المعركة ممكن تخلص حياتهم. آريا من جهتها عاشت أول لحظة حميمة بحياتها لما نامت وين جندري حبها من الطفولة. جيمي سوى شيء ما صار قبل ونصب بريان كفارس رسمي، شرف نادر يصير لأي امرأة. جون أخذ سيف لونغلو الفاليري، وسام أعطى سيف عائلته هارتسبيرن الجوارة مورمونت كتكريم لأبوه اللي دربه. ولما وصل جيش الموت لوينترفيل رجعت ميليساندرا من المنفى وسوت سحرها حتى تشعل سيوف الدوثراكي بالنار، بس هذا ما فاتهم لأن الدوثراكي انقتلوا بسرعة. جون ودينيريس ركبوا تنانينهم وطاروا حتى يواجهون النايت كينج، بينما الحرب على الأرض كانت دامية. وبهاي الفوضى راح إد من جماعة النايت واتش وهو ينقذ سام. بيريك ضحى بحياته حتى ينقذ آريا والهاوند اللي ظلوا يقاتلون سوا وسط الخراب. قابلوا من ليساندرا وقالت لهم ان آريا إلها قدر مهم ولازم تكمله. ولما القتال احتدم النايت كينج رفع كل الجثث حتى الموتى داخل السرادي وصاروا كلهم وياه. دينيريس كانت راح تموت بس جوارا انقذها وقاتل لحد ما انطعن ومات بحضنها. جون سنو حاول يوصل لبران بس فيسيريون التنين الميت منعه. ثيون ظل آخر واحد يدافع عن بران، قاتل بكل شجاعة حتى الموت. وبلحظة مصيرية النايت كينج قرب يقتل بران بس آريا ظهرت فجأة وانقضت عليه خنجر الفاليري وقتلته، وبس مات انهار الجيش كله. بعد الانتصار الكل احتفل وبكى على الشهداء. ميليساندرا ذبت الإقلادة السحرية مالتها وطلعت للموت بهدوء وانتهت حياتها الطويلة. دينيريس من بعدها أعلنت جندري ابن شرعي لروبرت براثيون وخلته لورد على ستورمز آنت. جندري عرض الزواج على آريا بس هي رفضت وقالت إنه عندها هدف أكبر من أن تكون زوجة للورد. جيمي وبريان قربوا من بعض أكثر وانتهى بيهم المطاف بعلاقة حميمة. أما جون سنو فسلم جوست الذئب مالته إلى تورمونت حتى يرجع هو والهمج شمال الجدار اللي صار آمن بدون تهديد الوايت ووكرز. برون وصل الوينترفيل بأمر من سيرسي حتى يقتل تيريون وجيمي، بس الإخوان ينجحون يقنعون يعوفهم ويوعدوه إنه إذا وقفوا وياهم راح ينطوا قصر الهاي جاردن اللي كان ملك تايرل. بعدين جون يصارح دينيريس بالحقيقة هو ابن ريغار تارجيريان، يعني ابن أخوها، هو الوريث الحقيقي للعرش الحديدي. بس رغم هالشي جون يوعدها بالولاء ويقول لها إنه ما راح يطالب بالعرش ويخلي النسب مالته يصير بينه وبين خواته. بس سانسا ما تثق بدينيريس وتحب جون يصير الملك، فتروح تكشف السر لتيريون اللي بدوره يخبر فارس. فارس يبدأ يشكك باستقرار دينيريس النفسي ويخطط يخلي جون هو الحاكم الشرعي، بس تيريون يظل وفي للملكة مالته ويبلغها بالخطة مال فارس. فدينيريس تأمر دروغون يحرق فارس وهو حي. الجيوش تبدأ تخطط للسيطرة على كينغز لاندينج. دينيريس تطلع بالاسطول عبر البحر وجون ودافوس يقودون الجيش عبر اليابسة. قبل ما يروح جون يودع صديقه سام اللي يبقى بوينترفيل ويا جيلي وليتل سام. بجهة ثانية آريا والهاوند يمشون سوا إلى كينغز لاندينج، كل واحد عنده انتقامه. الهاوند يريد يقتل الماونتن وآريا تريد تقتل سيرسي. جيمي يقرر يبقى ويا بريان، بس من يسمع سانسا تقول إنه دينيريس ممكن تقتل سيرسي يرجع يحتار ويترك بريان ويرجع الحب القديم. بالطريق يورين يهاجم اسطول دينيريس ويدمر سفنها ويقتل تنينها ريغل بسهم كبير. ولما يوصلون الشاطئ يكتشفون انه ميساندي انسجنت. دينيريس توصل كينغز لاندينج ويا جون سنو وتيريون لانستر وجراي وور ويحاولون يتفاوضون ويا سيرسي حتى تستسلم، بس سيرسي تتحداهم وتأمر الماونتين يقطع راس ميساندي. بعدها يلقون القبض على جيمي وتيريون يخالف أوامر الملكة ويهزم أخوه ويطلب منه يقنع سيرسي تهرب وتوقف القتال. قبل المعركة دينيريس تحاول
تقرب من جون، بس هو يبدي يبتعد عنها متردد بمشاعره لأن هي عمته. وهنا تحس دينيريس انه ما حد يحبها، فتقول اذا ما حد يحبني خليهم يخافون من عندي. تنطلق ويا تنينها دراغون وتحرق دفاعات كينجز لاندينج، وجون ودافوس وغراي وورم يقودون الجيش بالمدينة. جيش اللانستار يستسلم، بس دينيريس تدخل بنوبة من الجنون وتبدي تحرق كل شيء حتى الناس الأبرياء. غراي وورم يقود جنوده ويكمل المجزرة، وجون ودافوس ينصدمون يأمرون رجالهم ينسحبون. بهاللحظات جيمي يركض وسط الدمار حتى يوصل السيرسي، بس يواجه يورن ويصير قتال بيناتهم، وجيمي يقتل يورن بس يطلع بجروح خطيرة. الهاوند وآريا يوصلون، بس الهاوند يقنع آريا تعوف فكرة الانتقام وتروح ترجع لعائلته. آريا تقتنع وتودعه ويكمل هو طريقه لأخوه. الهاوند يلقى الماوتن ويقاتله. وسط القتال الماوتن يقتل كايبرن، والهاوند يرمي نفسه وأخوه من أعلى القلعة حتى يخلص العالم منه. جيمي يوصل السيرسي ويحضنها، بس القلعة تنهار عليهم ويموتون سوا. بعد المعركة المدينة تصير ركام. دينيريس تخطب بجيوشها وتقول انها حررت المدينة وان خطوتها الجاية هي تحرير العالم، بس حلفائها ينصدمون. تيريون يستقيل من منصب يد الملكة وينحبس، ويطلب من جون يوقفها قبل ما ترتكب مذابح ثانية. جون يواجهها بالعرش وتبين انها مصممة تكمل، فيضطر يقتلها وهو قلبه مكسور. دراغون التنين مالتها ينهار من الحزن ويذوب العرش الحديدي ويحمل جثة دينيريس ويطير بها للشرق. بعد أسابيع جون وتيريون يكونون أسرى، ومجلس اللوردات يجتمع حتى يقررون مصير الحكم. تيريون يقنعهم ان الحكم لازم يكون بالاختيار مو بالوراثة، ويقترح بران اللي يعرف كل شيء وصاحب أكبر قصة. الجميع يوافق ويصير بران هو الملك، ويعفون عن تيريون ويعينوه يد الملك. المجلس الصغير الجديد يصير بيه دافوس سيد السفن، بريان قائدة الحرس الملكي، وبرون وزير الخزانة، سام الماستر الكبير يقرر يكتب كتاب اسمه أغنية الجليد والنار. سانسا تعلن استقلال الشمال وتصير ملكته. آريا تقرر تغادر تستكشف الغرب، أراضي ما حد يعرفها. غراي وورم وجيش الأنساليد يغادرون متجهين الناث موطن ميساندي، وجون سنو ينفي للنايت واتش. يرجع للسور ويجتمع بتورمون وغوست وجماعة الهمج، ويروحون سوا شمال الجدار، بحيث الشتاء القاسي بدأ يذوب وبداية تبين ملامح ربيع جديد.